عارفه انك رايحتي تاخذي القرض، صح ولا لا؟ ايوه كنت بقدم قرض. بس محتاجة. ليه تسحبين انت؟ ليه؟ ما عندي شيء، ما عندي مكياج، ما عندي عطور، ما عندي شيء. لا يا حياتي، اقول اسمعي، انا لو ادري انك بتتمالحين وتصيرين تحطين مكياج في المستشفى ما وظفتك، وانا لولا هالرواتب ما هم بعد ما وظفتك. ام شيخه العلف العلف عندي انا، موجوده عندي انا، بس هدى كسرت ركبتها يا حبيبي انا الف وين راح؟ انا الف وين راح؟ هذا العلف. افا، مين اللي شرب الشاي حقي؟ اكيد مو منيفه، اكيد واحده ثانيه تشبه له، صح؟ ايوه حمودي اللي شرب. لا يبا، لا مو ولدي حبيبي اللي شرب شاي يبوه. هذه انت يا اللعابه، اعترفي قولي. قول لهم انا دائما تظلموني، دائما. لا، مين اللي يظلم حمودي؟ تعال حبيب قلبي. الله يسعدكم. شوف حبيبي بقول لك هالشيء، شوف الحين انت رجال البيت بعد ابوك، صح؟ بس لازم اختبرك. تعرف شلون اختباري انا؟ لازم اعضك في بطنك. وانت عضك من خدك. الله يحفظكم الله يحفظكم ويخليكم يا رب. يا صفيه وش تبي فيها؟ خليها تاخذ العيال غرفتهم يلعبون. يلا صفية خذي العيال، بس ديري بالك عليهم، ها لا تغفلين عنهم. طيب. روحوا حبايبي، يلا اطلعوا معاه فوق. ها وش الموضوع المهم اللي تبيني فيه؟ ما قلتي لي وش اخبار عريس العائله الجديد؟ يو شوف عاد، إذا بتجيب لي سيرتهم ترى بقوم وخليك. لا خليكي هادي، الله يرحم والديك، موضوعي اهم. ها خير وش عندك؟ ها حبيبي قول لي وش هالموضوع المهم؟ بصراحه انا قاعد افكر اقول يعني الى متى بنسكن في ايجارات؟ تعبت. ودي يعني لو نبني لنا فيلا نقعد فيها انا وانت وعيالنا ونستانس. طيب أنا كم مرة قلت لك بطل سفريات وخلنا نجمع فلوسنا ونبني بيت زي الناس والعالم، بس أنت ما تسمع الكلام. ادري انك قلتيها كثير، بس المره هذه ترى غير. قاعد افكر بطريقه جاده اكثر، يعني قلت لا سمح الله لو الله سبحانه وتعالى اخذ امانته، عيال ايش بيصير فيهم؟ لا بسم الله عليك حبيبي لا تقول كذا، الله يخليك لنا بس. هذا اللي خلاني افكر واقول يعني لو تاخذين قرض على كم قرش اللي عندي ونبني هالفله. بس أنا علي قروض سابقة ما أعتقد راح يعطوني، وأنت بعدين ما شاء الله عليك مدخلني بقرض ومطلعني بالثاني. اوعدك يكون هذا القرض الاخير. الحين حبيبتي كل اللي ابغاه منك يعني تسوين جدول للقرض القديم وتاخذين قرض جديد على كم قرش عندي ونبني هالفله ونعيش في حياه سعيده الى الابد باذن الله. إن شاء الله يصير خير. أنا كم أبو محمد عندي؟ هو واحد بس. انا اللي كم احلام عندي، الله يخليك لي بس. حبيبي أنت. لا تكون بتنام بالصالة. لا أبد، بس أبغى أريح شوي بس. ايه اشوى، لان خوياتي يضحكون علي يقولون لي زوجك شايب اكيد ينام العشاء مع الدجاج. ما عليك من خوياتك، تراهم غيرانين منك. طيب حبيبي وش رايك تعزمني اليوم على العشاء برا؟ امس صاحبتي راحت المطعم وصورت لي يجنن روعه. يا حبيبتي يا عمري، امس تعشينا في مطعم، خلينا اليوم نتعشى في البيت ونسهر وننبسط. ايه يعني معاهم حق، ما فيك شد على طلعة كل يوم. صديقات ذولي ما عندهم سالفة، قومي اوديك وامشيك في المكان اللي تبينه. ايه احسن، وبعد اصور سنابات واقهرهم.
صوري سنابات بيديت ورجليت، خليهم يعرفون ان الشايب عز، ولا وقهريهم بعد. يلا شيخة. وش هالحبوب هذه كلها اللي بيدك؟ كنت ارتبها وطاحت. كل ذي الحبوب كنتي ترتبينها؟ لا انت كنتي ناوية على شيء خطير. تعالي تعالي عندي المكتب، تعالي تعالي. اشربي المويه وهدي خذي حبيبتي. شوفي انا ما راح اضغط عليكي عشان تتكلمي، بس اتمنى انك تفتحين لي قلبك، ترى حنا خوات. ها شيخة، وش اللي شفته قبل شوي؟ وش اللي وصلك لهالشيء؟ قولي تراك وترتي اعصابي. شيخة وش فيك؟ لحظة ضعف وعدت أحلام خلاص. بس لحظة الضعف هذه إذا ما عالجتيها المرة الجاية بتجيك بشكل أقوى وأخطر. يا بنت تكلمي، تراك وترتي أعصابي، وش فيه؟ أنا تعبت يا أحلام، تعبت من كل شيء. أنا الموت صار عندي أهم أمنياتي. بسم الله عليك. الحين شيخة المثقفة الواعية تقول كده، اللي حاصلة على شهادة تميز تقومين تقولين هالكلام؟ ترى انت مهنتك تسمى بملاك الرحمة، بعد الله سبحانه وتعالى تنقذين أرواح. أجل وش خليتي للجاهلين والمغفلين؟ أبويا أحلام قضى على كل شيء جميل بحياتي، حرمني من الزواج واستولى على راتبي، حرمني من الخرجات والطلعات، حرمني من أبسط حقوقي كإنسان. كل يوم ضرب وإهانات، كل يوم أمي تنضرب بسببي. أنا عندي أموت وأنا أشوف أمي كل يوم تنضرب بسببي. قولي لي وش أسوي؟ قولي. لو أصرف 10 ريال بس 10 ريال يضربني ويهيني، أنا إيش أسوي في الدنيا هذه؟ قولي إيش تبغيني أسوي؟ قولي. هدي حبيبتي هدي، وطي صوتك، ترى حنا بالمستشفى. عموما شوفي، ما في مشكلة بهالدنيا إلا ولها حل. يا أختي وش هالأب؟ بعدين شلون متحملة أنت وأمك؟ ها؟ طيب مالكم أقارب يتدخلون؟ عمامي وخوالي ذيك اللي مرة طردوا، قالوا خلاص إحنا ما لنا دخل. ترى الدنيا بخير والبلد فيها قانون يردعه، لا تخافين. أنا راح أوقف معاكي، أنا صديقتك وزميلتك، وإن شاء الله راح أساعدك بكل اللي أقدر عليه، لا تقلقين. أحلام حالنا ميؤوس منها. أحلام إيش قاعدة تقولي؟ لا ما في حالة ميؤوس منها، كل مشكلة ولها حل. مسحي دموعك حبيبتي، اشربي الموية. يا رب. وانا بعد احبك واغليك. ايش تبين؟ قولي يا بنت الناس. ولا يهمك، صدقيني انت تامريني امر، قولي بس. انت ما تسمعيني، اقول لك تامريني امر، والله لا انفذ لك اللي تبين. اكلمك بعدين، مع السلامه. مع السلامه. السلام ورحمه الله. ابو صالح، الاوراق ان شاء الله انا بسلم لك بكره ان شاء الله، وانت طيب. مع السلامه. مع السلامه. حبيبي جاي بدري اليوم، وش السالفة؟ بس أبد والله، لي يومين كذا قاعد أحس بتعب وإرهاق. رحت للمدير واستأذنت وجيت أستريح شوي. ومن إيش هالإرهاق جاك؟ أبد، ضغوط العمل، أنت عارفة شلون الشغل كله علي. وش سويتي في القرض؟ يو اسكت بس، صارت قصة بالمستشفى توجع القلب، انشغلت معاها شوي، بس أوعدك حبيبي بكرة إن شاء الله بروح البنك وأجيب لك هالقرض الحلو. أهم شيء إنك تكون أنت مبسوط.
طيب قولي وين العيال؟ شوفيهم في الغرفة فوق. يلا طلعت لهم. اسمعيني زين، ترى بنتك لو ما جابت الفلوس الحين انت وياها ابى اسوي فيكم شيء ما يعجبكم. يا ابو شيخ، البنت راحت البنك وانت تعرف ان البنك له اجراءات قانونيه، ان شاء الله بتستلم الفلوس وتيجي. لا والله، وبهالبساطة إجراءات قانونية. أساساً لو بنتك مهتمة بالموضوع كان هالإجراءات اللي تقولين عليها ذي ما تقعد، على طول شوي جابت الفلوس، ولكن بنتك لا، خلاص تعودت، جسمها وعقلها تعود على الضرب. خلها تجي بس، خلها تجي. حرام عليك، تكفى، لا تضربها مسكينه، جسمها كله يعورها من الضرب. بنت بنتي هالحرمة ما خرب بنتي الا انت، كل شوي لا تجيها لا تفعل، لا تجيها لا تقربها. انا بذبحك انت، انا اليوم خلاص بايعها، ابى اجلد فيك جلد. تذبين القروش في وجهي؟ مو هذا اللي تبغاه؟ خذ، يلا يمه. صفية هلا بالقمر، هلا بالوفية، هلا بالمخلصة. بصراحة أنا يوم شفت الرسالة وإن المبلغ صار في حسابي عجزت، قاعد أقول وشلون أقدر أوفيها لو جزء بسيط. ألف شكر يا غالي، ألف شكر. تستاهل حبيبي، أنا وما أملك لك أساساً من اللي غيركم أنت وعيالي، دنيتي وحياتي ومستقبلي. الله يحفظكم. وين الله العيال؟ يحفظكم لي. شوفيهم فوق. يلا طلعت لهم. صفية، الو، هلا والله، شلونك حبيبي؟ ابشرك كل شيء تمام. هلا بكتاكيتي الحلوين. ماما شو رجعتي بدري؟ لين حظكم حلو، المدير عطاني اليوم كله اجازه. اكيد عارف كتاكيتي الحلوين مشتاقين لي، صح؟ صح. حبيبي. ماما بابا فوق اليوم جا زيك بدري. يلا كويس، الحين بطلع له وافاجئه اني رجعت. صفية. نعم ماما. جهز الغداء. إن شاء الله. أحبك. صدقيني أنت ما تفرقيني يا بت. قاعد أتمنى اللحظة اللي نسافر فيها سوا. صدقيني حبيبتي، كلها أيام وراح نسافر أحلى سفرة، راح نعيش أحلى أيامنا يا لولو. أنت عارفة أنا إيش كثر أحبك حبيبي، أنا وفلوسي وكل ما أملك حلالك. أنت متى جيتي؟ جيت من بدري. تبيني اخليك تكمل مكالمتك على راحتك؟ هذا واحد من اخوياي قاعد يحاول انه يقنعني اني اسافر، بس انا رفضت. وخويك هذا اسمه لولو، لا تحبه وتشتاق له وبتدلعه وتسفره وتهنيه بعد. احلام. وبفلوسي صح؟ فلوس بيتنا ومستقبل عيالنا صح؟ انا ما اجبرتك على شيء. الا اجبرتني، كذبت علي وضحكت علي وخدعتني. كل شيء تم بموافقتك. يا الظالم، مدلعتك انا وش مقصره معك فيه ها؟ وش مقصره معك فيه؟ كسرت ظهري بالقروض، ولا تدري انت تافه وفارغ وما يملى عينك الا التراب. اقول قصر حسك ولا تمد يدك، فاهم ولا لا؟ اقول الحين ترجع لي فلوسي، فاهم ولا لا؟ ابي فلوسي ترجعها لي. اقول بلا فلوس بلا هم من قلبي.